ولمزيد من المتابعة معنا الآن على الهاتف الشيخ مظهر شاهين، خطيب وإمام مسجد عمر مكرم. فضيلة الشيخ، يعني حابين نعرف بداية رأيك فيما يحدث الآن أمام ماسبيرو أو فيما حدث وما زال يحدث في ميدان التحرير وعبد المنعم رياض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا يعني أدين هذا الفعل وأدين هذه الأحداث بشكل كامل، بل وأطالب الرأي العام بألا يصدر، أو أطالب الإعلام وأطالب كل المسؤولين وكل من يتكلم في هذه القضية بألا يصدر للرأي العام القضية على أنها فتنة طائفية. القضية هي قضية مصر. الذي قتل لا نعرف حتى الآن هل هو مسلم أم مسيحي. الذي قتل لا نعرف حتى الآن هويته. وبالتالي أنا أتكلم عن مصريين قتلوا سواء كانوا مسلمين أو كانوا مسيحيين. نحن لابد أن نقاوم هذه الأحداث بكل حسم وبكل قوة. إن كانت هناك مطالب للإخوة الأقباط، الطريق لهذه أو لتحقيق هذه المطالب لابد أن يكون شرعيا عبر القضاء. لابد من الوقف بحسم، الوقوف بحسم وبحزم أمام كل من يريد الوقيعة بين الشعب وبين الجيش، أمام كل من يعتدي على رجال الجيش. الجيش المصري كان وسيظل خط أحمر، لأنه جيش المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين. لا نقبل على الإطلاق الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين. لا نقبل على الإطلاق أن يهاجم أحد، أي أحد سواء كان مسلم أو مسيحي، المنشآت المصرية والمؤسسات المصرية ومقدرات هذا الوطن. نحن نريد التهدئة، نريد حقن الدماء، نريد توحيد الصف. نحن نقول في نفس الوقت لا بد من القبض على هؤلاء ومحاكمتهم ومعرفة هويتهم ومعرفة من يقف وراء هؤلاء. إن كانوا هم المعتدون يحاكموا بأقصى العقوبات، وإن كان وراءهم أحد يحاكم بأقصى العقوبات. مصر ليست لعبة في يد أحد. لن نقبل بأن تصبح مصر والأمن القومي المصري وقضية الجيش المصري لعبة في يد أحد. سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يهاجم الجيش المصري أو أن يوقع بين المسلمين والمسيحيين في مصر. الإخوة المسيحيين في قنا أو في صعيد مصر في الأحداث الأخيرة تم بينهم وبين المسلمين صلح. إذا لماذا هذه الأحداث الآن؟ ومن المستفيد من هذه الأحداث الآن؟ لا المسلمين مستفيدين ولا المسيحيين مستفيدين. لابد أن نسير في الوقت الراهن في طريقين. الطريق الأول طريق المحاكمات والردع الكافي والردع الكامل بكل حسم وبكل قوة لكل لمن يريد حرق الوطن والوقيعة بين الجيش والشعب أو بين المسلمين والمسيحيين. الطريق الثاني لابد أن يجلس شيخ الأزهر مع البابا شنودة الآن ويصدر بيانا مشتركا يعبر فيه على أن المسلمين والمسيحيين يدينون هذه الأحداث، وأن مصر كانت ولا زالت وستبقى بمسلميها ومسيحييها يد واحدة، وأن الجيش المصري هو جيش المسلمين وهو جيش المسيحيين، ونرفض أي اعتداء على الجيش المصري. دماء هؤلاء الشهداء في رقابنا جميعا مسلمين ومسيحيين، ولا بد من المطالبة بحقن دماء الباقيين، والمطالبة أيضا برد الاعتبار للقوات المسلحة وللشرطة المصرية. فضيلة الشيخ، يعني لا شك أن هناك بعض المحرضين، وهذا التحريض أحيانا بيظهر على مواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المؤكد أن هؤلاء المحرضين لا يخرجون من المؤسسة الرسمية سواء بالنسبة للمسجد أو بالنسبة الأزهر أو بالنسبة للكنيسة. كيف يمكن مواجهة هذا؟ يعني أكيد من المؤكد أن هناك دور حضرتك كنت من الحاضرين في ثورة 25 من يناير، علينا أن نحافظ على الوطن وليس على أحد آخر. الشعب المصري العظيم الذي خرج في ثورة يناير بمسلميه ومسيحييه وحافظ على مقدرات هذا الوطن أوعى بكثير لكل المؤامرات التي تدبر وتحاك ضده. هناك من يصر على أن تدخل الدولة المصرية في نفق مظلم، إما من خلال وقيعة بين المسلمين والمسيحيين، أو وقيعة بين الجيش وبين الشعب، أو وقيعة بين الشرطة وبين الشعب، أو من خلال إحداث فوضى عارمة، من خلال أيضا ضرب الاقتصاد المصري وتعطيل عجلة الإنتاج ونقص المواد الغذائية. هناك من يريد أن تفرض الحماية الأوروبية أو الحماية الأجنبية على مصر من خلال الفوضى، ونحن سنقف بالمرصاد أمام هؤلاء. وأقول للشعب المصري العظيم
احموا كنائسكم كما تحموا مساجدكم. نعم. احموا بعضكم البعض مسلمين ومسيحيين، قفوا صفا واحدا مسلمين ومسيحيين أمام هؤلاء المحرضين. وأطالب القوات المسلحة بأن تقف بكل حسم وبكل قوة أمام هؤلاء المحرضين المخربين الذين يريدون حرق مصر. لن نقبل بحرق الوطن، ولن نقبل بحرق مصر، ولن نقبل بإهانة الجيش، ولن نقبل بالإهانة لأي مؤسسة أو لن نقبل بمحاصرة أو الهجوم على أي مؤسسة، كما لن نقبل بأن يتدخل الغرب في شؤون مصر. مصر ستقف على أرجلها شاء من شاء وأبى من أبى، وسنكون بإذن الله تعالى مسلمين ومسيحيين إلى آخر يوم في حياتنا صفا واحدا أمام هؤلاء المغرضين. يعني فضيلة الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، شكرا جزيلا لك، ونتمنى إن شاء الله أن يتم تفعيل هذا ونراه على أرض الواقع الالتئام الحقيقي بين المصريين كافة دون تفرقة.